شوفوا لي هالذهب اللي ما بيرحم، وهي على المعدة دايركت. بسم الله. في هيك خطوات التزموا فيها صدقوني تطلع معكم مثل المحلات وأطيبة. رهيبة والله، طيبة بشكل مو طبيعي. الصفيحة الشامية الأصلية اللي بتاخذ العقل، مثل طعم المحلات ما بتفرق نهائيا. كفوا الفيديو للأخير لتشوفوا أطيب وأسرع طريقة للصفيحة الشامية، وحطوا لنا لايك وفولو. تعالوا نعمل أطيب صفيحة شامية. وبالبداية حنبلش بالعجينة. العجينة كتير سهلة وسريعة مثل العادة، يعني ما في شيء معقد وما في شيء جاي من الفضاء وجاي من غير مجرة. عندنا هون نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات، تمام؟ بنضيف عليهم معلقة سكر كبيرة. السكر كتير مهم هون، يعني بيعطيها لون أثناء الشوي للعجينة كتير حلو. وبنضيف عليهم معلقة صغيرة ملح. وعندنا هون خميرة فورية 3/4 الظرف، يعني هو الظرف بيجي 10 جرام تقريبا، نحن بدنا نحط شيء 8 جرام 7 جرام هيك شيء بس. تمام، نحن ما حطينا الظرف كله 3/4. هلا أول شيء بنخلطهم هدول مزبوط، نخلط المكونات هي كلياتها مشان تتوزع الخميرة بكل العجين بكل الطحين. وبنضيف عليهم معلقتين لبن كبار. اللبن كتير مهم وبيفيد بالعجينة، بيعطي نتيجة فظيعة، واللي بيعرف ليش يكتب لي بالتعليقات. وهلا اخر شيء بنحط كوب وربع مي دافيه. ضروري كتير تكون المي دافيه مشان الخميره تتفاعل وتنجح العجينه معنا، هي كتير مهمه يا جماعه. هلا انا هون عندي نص كيلو طحين، حوالي 3 اكواب ونص من الكوب المعياري 250 ملي. رح احط لهم بالبدايه كوب وربع مي. تمام، بنجرب. إذا حسيناها بدها شوية مي بعدين بنضيف، إذا شفناها تمام بنكفي. أول شيء بنخلطهم هيك مع بعضهم لحتى يتجانسوا مزبوط وتمسكوا العجينة، وبعدين بننزلها وبنبلش دعك. عجينة كتير سهلة كتير سريعة، ما أنا معقدة نهائيا، صدقوني بتطلع مثل المحلات وأطيب. وهلأ بتشوفوا النتيجة. وهلأ بعد ما لمت العجينة معنا شايفين، بننزلها لهون ونبلش دعك. بدنا ندعك تقريبا 10 دقائق، بس اهم شيء نحن هون ندعك منيح. ما بدها عجانه، يعني هي العجينه طريه، يعني ما أنا انه من العجينات تجي قاسيه او صعبه. العجينه طريه ودعكها كثير سهل يعني. وهلا بعد عجن تقريبا 10 دقائق صار القوام بجنن. هلا بنحط لها تقريبا معلقتين زيت مشان التنعيم فقط، يعني قدر معلقتين. شايفين؟ وهلا بنرجع ندعكها شي دقيقتين ثانيات مشان تغب الزيتات كلياتهم وتطلع ناعمة وممتازة. وهيك العجينة صارت بتجنن. شوفوا طراوتها والقوام تبعها بتجنن. هلا بدنا نريحها تقريبا حوالي 3/4 ساعة لحتى تختمر شوي، ومنه بنكون كمان حضرنا اللحمة تبعنا. هلا بدنا نغطيها مزبوط ونتركها تقريبا حوالي 3/4 ساعة لحتى تختمر. وهلا صار لازم نحضر خلطة اللحمة سوا، بس بالبداية حنشغل الفرن. هي أهم نقطة بنجاح الصفيحة. بدنا نشغل الفرن أعلى درجة حرارة عنا من قبل ما نبلش الشغل باللحمة، يعني بعد ما سوينا العجين وحطيناها على التخمير بنحضر اللحمة ومشغل الفرن. لازم الفرن يشتغل قبل فترة منيحة، يكون حامي بدرجة كتير كبيرة، أعلى درجة حرارة، شغال من فوق وتحت. هذا سر نجاح العجينة والصفيحة، لأنه بالمحلات الفرن عندهم إياها كتير حرارة عالية، فنحن بدنا نحاول نعمل قدر الإمكان مثل المحلات. هلا عندي هون نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة، غنم أو بقر أنتم اللي اختاروا اللي بيناسبكم. فيها معهم رح أحط 250 جرام بصل مفروم ناعم ومصفى. ضروري كتير تصفوه من المي، لا تنسوا ضروري كتير. بننزلهم على اللحمة مباشرة، وبننزل عليهم معلقتين كبار لبن العادي، يعني لبن زبادي. ننزل فوقهم بالبهارات. عندنا هون 7 بهارات، معلقة صغيرة مليانة، عندنا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة مليانة كزبرة. طبعا الكزبرة أساسية بالصفيحة الشامية. وبننزل فوقهم معلقة طحينة. الطحينة كتير مهمة وضرورية، بتعطي طعمة وبتساعد اللحمة انه ما تمسك او تكش على الخبز. وهون عندنا دبس الرمان اللي هذا اساسي
وضروري كتير يعني. هون حسب الرغبة يعني، اللي بيحب كتير طعمته زاهرة يكتر، اللي بيحب طعمته عادية ما يكتر يعني، هذا حسب الرغبة. طبعا أساسي هون كمان دبس الرمان. وآخر شي معلقتين زيت. هلا بنبلش ندعك فيهم، بدنا نخلطهم مع بعض كتير منيح، ندعكهم مع بعض كتير منيح لحتى يتماسكوا وتصيروا كلهم روح وحدة. وأهم شي يلبسوا كفوف يعني، لا حدا يجي يدعك هيك بإيديه. ضروري يا جماعة تهتموا بهذا موضوع النظافة والكفوف يعني. قد ما كان الواحد مغسل ايديه وقد ما كان عم يهتم بهي الامور، بس الكفوف انا برايي ضروريه. بضل الايدين الا ما يفرزوا دهون، الا ما يعني بالكفوف، اشتغلوا بالكفوف. طبعا هاي خلطه اللبن ودبس الرمان يعني، غير هذيك تبع البندوره والخضار، انا بصراحه هي بحبها اكثر يعني، فقلت راح اصورها واعملها اليوم. اللي عباله نصور هذيك يكتب لي اياها بالتعليقات وتكرم عيونكم. وهلا هيك صارت عندنا اللحمه جاهزه، شوفوا ما احلاها، الروايح فظيعه يعني، طلعت ريحه اللحمه والصفيحه النظاميه. شايفين هيك بده يكون قوامها، لا بده يكون سميك ولا بده يكون كثير مي. انتبهوا لهالموضوع. هلا بنشيلها على طرف وبنجيب العجينه تبعنا نشوف شو صار فيها. وهي العجينه تبعنا صارت جاهزه ما شاء الله، شوفوا ما احلاها. بنعمل لها هيك بوكس يكون مرتب. اختمرت وصارت ما احلاها. هلا بدنا نقطعها، نشيلها من هون. هلا حنقطعها تقريبا يعني القطعه وحده تقريبا حوالي ال 25 ل 30 جرام. شايفين؟ مو اكثر من هيك مشان ما تطلع القطعه كثير كبيره. نكورها هيك ونحطها جنب. اختفى يعني، شايفين؟ ولا اسهل من هيك العجينه يعني طريه بشكل فظيع. صفر اختفى. وهي اخر وحده. وهلا بنغطيهم 10 دقائق تقريبا بس لحتى يرتاحوا شوي وبنكمل شغل فيهم، بس 10 دقائق. وبعد 10 دقائق بالضبط العجينه صارت جاهزه عندي، ارتاحوا وزبطت امورهم. وهلا بنبلش نرقهم ونحشيهم. طبعا قبل ما نبلش، اللي وصل لهم فيديو واللي ما حط لي لايك وفولو بده يزعل كثير، ما تنسوا حطوهم وخلينا نكفي سوا. بنجيب العجينه بنجيبهم وحده وحده وبنخليهم مغطايين، ما بنكشفهم مشان ما ينشفوا. بنغطي هيك العجينه منيح بالطحين، خليها تاخذ طحين منيح. ونبلش هلا بنفردها. نحن بدنا نفردها بشكل طولي يعني، الصفيحه حنعملها اليوم بالطول. طبعا بدنا نرقها منيح يعني، ما بدها تكون سميكه، بدها تكون رقيقه منيح. هي كمان كثير مهمه يعني، انتبهوا عليها لانه مشان ما تطلع سميكه. شايفين ما احلاها؟ شايفين شو رقيقه؟ هيك بدها تكون. بنشيلها وبنحطها بالصينيه. الفرن شغال، هي اهم نقطه، الفرن شغال من لما بلشنا نعمل اللحمه يعني. هلا بيكون عم يغلي غليان وعم يستنى الصفيحه. وينك يا صفيحه؟ هلا حنحشيهم مباشره. نجيب كميه لحمه تكون مرتبه وبنوزعها عليهم. الطبقه ما لازم تكون سميكه، طبقه اللحمه لازم تكون رقيقه ونوزعها بشكل صح. شايفين؟ بنخلي على الحواف حوالي نص سنتي، ما بنقرب عليه. تمام، هاي اول واحد صار جاهز، بنكفي البقيه. هي اول 4 صاروا جاهزين. شوفوا ما احلاهم، بيطيروا لعلي فورا على الفرن مباشره. بنحطهم بالرف التحتاني. الفرن مثل ما انا شغال، اعلى حراره عندكم من فوق ومن تحت. المفروض يعني 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق ماكسيموم. فورا هلا بنكفي بالبقيه. يعني عم تاكلوا شيء انتم عارفانين شو حاطين فيه اولا، وثانيا يعني اذا بدكم تحسبوها على التكلفه صدقا اوفر من المحلات كثير يعني. فمو غلط الواحد يشتغل شوي ويعرف شو عم يحط بالاكل. وشوفوا لي هالصفيحه الذهب،
يا جماعه الروايح بتغوب على القلب. كاني واقف بنص الشام قدام الفرن وعم باخذ كيلو صفيحه، شي بيطير العقل. نكفي على الباقي وبرجع لكم، بس اهم شيء هلا بنتركهم شي 5 دقائق وبعدين بنغطيهم حتى ما ينشفوا، ضروري كثير حتى تضل العجينه طريه. تمام. وهي الوجبه الثانيه صارت جاهزه، شوفوا ما احلاهم، شيء بيطير على. طبعا انا حطيت ورقه زبده، يعني حسيت احسن مع ورقه الزبده مشان ما تلزق شوي، هن ما لزقوا يعني بس للافضل. مثل العاده بالفرن اتحت الشيء وبنقول له روحوا لنكفي البقيه. شوفوا لي هالذهب اللي ما بيرحم، يعني صدقا ما بتتفرق عن صفيحه المحلات، الريحه بتغوب على القلب. العجينه شوفوا، عجينه مثل الخسه العجينه. صار لازم ندوق هلا. قوام بجنن يا جماعه. هي بدها لقمه لبن، ناخذ لها هيك مغطسه باللبن ونقول لها بسم الله. فظيعه فظيعه فظيعه. يا سلام يا سلام. الشغله لما بتنشغل صح وعلى اصولها صدقوني بتطلع معكم بتطير العقل. رهيبه والله، طيبه بشكل مو طبيعي. نصيحه جربوها وما بتندم. وهي صفيحتنا الشاميه الاصليه صارت جاهزه، ما تنسونا من دعمكم لايك وفولو لنقدم لكم شيء بيطير العقل. صار لازم نروح نكفي عليهم مع العيله وتضلوا بخير. سلام.